فاضل على كاس العالم 37 يوم، وعشان كده خليني اخدكم معايا في رحله لمده 48 يوم هكلمكم فيهم عن ال 48 منتخب اللي مشاركين في كاس العالم. والنهارده اليوم ال 12 وهنتكلم عن منتخب البوسنه والهرسك. البوسنه والهرسك واحد من المنتخبات اللي ليها تاريخ قصير جدا مع كاس العالم، ولكنه تاريخ مليان بالدراما. يعني هي ما شاركتش غير في نسخه واحده من كاس العالم في 2014 في البرازيل، لكن رحله وصولهم واللي حصل في البطوله نفسها جواها حكايات كتير جدا. اغرب واجمل حكايه للبوسنه هي الروح اللي كانت ورا الفريق ده. بعد سنين طويله جدا من الحرب الاهليه والانقسامات والمآسي اللي عاشها شعب البوسنه، كان المنتخب الوطني هو الحاجه الوحيده اللي اجتمع عليها الناس كلها. يوم تاهلهم لاول مره لكاس العالم في التاريخ في 2013 الشوارع في سراييفو العاصمه اتملت ناس من كل الطوائف وفي كل حته. وقتها كان الهتاف الوحيد اللي بيجمعهم بوسنه بوسنه. اصلا لعيبه المنتخب اللي اتاهل لكاس العالم كانوا جايين من خلفيات كتيره جدا، وفعلا اثبتوا للعالم في لحظه واحده انه الكوره تقدر تدوب اي ندوب بتسيبها الحروب. يوم ما رجع المنتخب من ليتوانيا الطياره ما قدرتش تعمل لاندنج في مطار سراييفو من كتر الناس اللي متجمعه بالالوفات في محيط المطار وعلى المدرجات علشان يستقبلوا المنتخب. اللعيبه نزلوا من الطياره وركبوا اتوبيس مكشوف في عز الفجر، واتفاجئوا باكتر من 50,000 شخص في انتظارهم في وسط المدينه. الاحتفالات استمرت بالايام، ووصفها الاعلام انها اكبر تجمع في تاريخ البلقان من عشرات السنين. وفي اول مشاركه في كاس العالم نفسها بقى البوسنه حققت رقم قياسي تاريخي عالمي، يعني بعد اول دقيقتين ليهم في كاس العالم، بس كان رقم سلبي وغريب شويه، وتحديدا في الدقيقه 2 و8 ثواني من ماتش الارجنتين اول ماتش ليهم في البطوله، لما سجل المدافع الدولي الاسطوري التاريخي كولاسيناك هدف ذاتي في مرماه. وطبعا عشان تكتمل المشاركة التاريخية الهدف ده اتصنف كأسرع هدف ذاتي في تاريخ كأس العالم. وفي نفس المشاركة البوسنة كانت قريبة جدا من انها تتأهل للدور الثاني، لكن حصلت واحدة من اغرب الاخطاء التحكيمية في النسخة دي، لما سجل الاسطورة اللي بجد جيكو هدف في مرمى نيجيريا، بس الحكم لغاه بداعي الاوفسايد. الإعادة أثبتت إن الهدف صحيح، جيكو كان متأخر عن الدفاع بفرق واضح والهدف صح، بس للأسف وقتها ما كانش فيه فار والبوسنة طلعت من البطولة وودعت كأس العالم بعد ما اتغلبت 1-0. وبعد الماتش انتشرت صورة للحكم النيوزيلندي وهو بيضحك مع الحارس النيجيري، وده طبعا جنن جماهير البوسنة وشافوا إن دي مؤامرة، خصوصا بعد ما ظهروا بمظهر مشرف جدا والتأهل وقف معاهم على نقطة. بس البوسنة قدرت ترجع السنة دي بعد أداء تاريخي وتصفيات طويلة جدا وخرافية، وبعد ما أقصوا منتخب إيطاليا وجاتوزو، اللي طبعا شايف إنه السبب الرئيسي لعدم تأهل إيطاليا هو كثرة المنتخبات الأفريقية، مش منتخبه اللي بيقدم أداء زي الزفت يعني. وهتشارك البوسنة في كأس العالم لمرة تانية على إيد نفس البطل جيكو. تتوقعوا البوسنة هتقدر تعمل مشاركة تاريخية تاني في كأس العالم وهتحقق رقم قياسي تاني؟ قولولي في الكومنتس.